ازيك يا حبايب ام رufان؟ النهارده بقى ام رufان لسه جايه حالا من المدرسه. جبت رufان، هي بتغير دلوقتي، وقلت بقى ادخل بقى ايه انطلق في المطبخ واعمل لكم ايه شويه حاجات كده على الماشي. بس اهم حاجه لايك واشتراك عشان القناه تكبر بكده يا جماعه. كله بيتولد مع ام رufان، كل جديد في جديد مع ام رufان. آه كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. طبعا خرجنا من صيام أيام بتاعة البيض والنصف من شعبان وكده، فنبدأ بقى نرجع تاني الأكلات بتاعتنا العادية الموفرة، عشان خاطر طبعا رمضان داخل علينا، شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، عايزين نوفر وكده. فتعالوا بقى معايا عشان ما اركش معاكم، اصل انا لسه جاية حالا من بره اهو. الأوتفيت بتاعه اهو، حاجة عادية كده، صوت عادي. آه، فتعالى بقى وكده هلبس الاسدال، هغير والبس الاسدال وندخل المطبخ بقى ايه، ننطلق تاني من اول وجديد، ونعمل كده حاجات على المشي عشان ما نركش معاكم بقى. بحبكم. نبدأ بقى نولع على الاول الشعرية اهو، ونولع بردك على البصل اللي هو ايه. روفان بتساعدني يا جماعة، روفان بتساعدني. نولع بردك على ايه هي ليه؟ نولع بردك على البصل، نحط بقى ايه الزبده. ماشي، هنا بقى البتاع. تعالى كده يا رفان هنا ولعنا على البصل يحمر شويه، وبعد كده ايه نسقط الطماطم انا مصفيها يا جماعه. انتوا عارفين اي طبيخ من عدا البطاطس بصفي منه الطماطم عشان ما تبقاش مفتله، التفل بتاع الطماطم ده. فهنا بقى علقنا الشعريه ثانيه معايا. هنا بقى يا جماعه هنحط الرز اهو، لان الشعريه احمرت طبعا. دي برضك روتين للست الشاطره اللي لسه متجوزه، روتين كله نشاط وحيويه. روبان بتساعدني يا جماعه. هنا اول حاجه وانا اول البدايه اصلا بحب اعمل الرز، يعني اول البدايه بحب ايه اعمل رز عشان يبقى كده خلصت من الرز. وانا عامله اللحمه من بدري يا جماعه. ابو محمد جايب لي كيلو لحمه قطع فليتو بقى وايه. نحط ملح يا جماعه، راح اجيب الملح. الساعة كام دلوقتي يا جماعة؟ الساعة 8 الصبح. ليه يا ام رفان قايمة بدري؟ عشان نخلص بقى، ده في أكل يا جماعة خلاص بقى، عشان اليوم ما يطولش معانا. لو قمت متأخر هتخلصي الأكل هتقعدي كتير. ليه اليوم يقفل من دلوقتي؟ يوم تقومي من بدري كده الست الشاطرة. عجبني البسلة في السوق يا جماعة، قلت إيه لازم أجيب بسلة. كنت هعمل والله بطاطس، قلت لا هعمل بسلة. الرز كده حلو، حط الغطا كده يا جماعه. خلصنا الرز كده خلص. ده اول حاجه الرز. هنا بقى يا جماعه بصوا، هنا بقى البصل عشان خاطر بعد كده بصوا بحب التوم. اول ما البصله تحمر اقوم ايه حاطه التوم. النهارده مش تعليم، النهارده روتين كله نشاط وحيويه. تقوم الست المصريه كده زي الشاطره وراها اكل. طبعا الامتحانات يا جماعه، فتقومي من بدري تخلصي اكلك عشان ابنك لما يجي من الدرس يلاقي كل حاجه خلصت، جوزك لما يجي من الشغل يلاقي كل حاجه خلصت. فقلت النهارده كله نشاط وحيويه يا جماعه. مع ام روفان مفيش مستحيل، مع ام روفان كل جديد في جديد. بسله دي كيلو بسله جميله مفرطاها الساعه 2 بالليل يا جماعه. انا عاملاها والله 2 بالليل روفان عملتها وانا كملتها، فخليكم بقى معايا. هنا بقى يا جماعه بصوا، بعد ما البصله احمرت، معلش الحته دي اتقطعت. استني بس يا ربان، المقطع ده يا جماعه معلش اتقطع. فانا حطيت البسله بعد ما البصله احمرت وحطيت الثوم، وهنا حطينا البسله اهي يا جماعه. سيبها بقى تتسبك، انا بحط البسله مع الطماطم تتسبك مع بعضها كده. كده يبقى احنا ايه كده خلصنا الرز وخلصنا البسله. كده خلاص بقى العقد التنازلي. هخلص البسله والرز ابو شعريه الجميل بتاع ام روفان. هتقولي طب انت ليه ما بتسويش اللحمه مع البصل كده وتسبكي الطماطم مع اللحمه؟ لا عشان نعمل شويه شوربه حلوين كده. والله هياها، ما انت كده وكده بتحط الشوربه على البسله، فهياها. انت بتعملي شويه شوربه حلوين كده العيال يشربوها كده مع الاكل. فخليكم بقى معايا ثانيه. وهنحط مرقه دجاج كمان يا جماعه. هحطها ماشي هنحطها اهو. ماشي. هتقولي طب ما في شوربه ليه هتحط؟ لا ده مرقه الدجاج دي اساسي عندي، دي بتخلي ريحه البسله اي طبيخ بعمله بفحفح كده في البيت. يقولوا دي اكيد ام روفان اللي بتطبخ. لا ما بأفورش والله، والله ما بأفور.
ودي يا جماعة الأكل بتاعنا، طبق بسلة وشوربة، طلع طبقين بسلة والترشي المعتبر بتاع المورفان، شوية سلطة ورز. هقفل بقى معاكم، هناكل واجي اختم معاكم الفيديو يا جماعة. يا حبايب أم روفان، ايه رأيكم؟ حاجة كده فخر من الآخر. ده روتيننا النهارده يا جماعه، مش روتين تعليمي، روتين نشاط وحيويه للست اللي تقوم بدري عشان في امتحانات. في ناس هتيجي من الامتحانات تاكل، فتقومي بدري بدري كده تعملي الاكل ده زي ام روفان. بحبكم. هناكل وبعد كده جاي اختم معاكم الفيديو. بس اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي يعمل لايكاتكم واشتراكاتكم عشان ام روفان. بحبكم.